وللتوضيح أكثر وحتى نعرف خفايا هذا الموضوع بصورة أكبر، الآن ينضم معي الكابتن العزيز حامد كاظم مدرب حراس المرمى. ورحب بيك كابتن حامد، منورني، وإن شاء الله يعني الجمهور يطلع على حقيقة إبعادك من نادي نفط الوسط. أهلا وسهلا بك. شكرا استاذ نور، وتحيه لك حبيب قلبي، وتحيه لحضرتك، وانا اشكرك جدا على هذه المداخله. بدايه تفضل. اهنئ الامه الاسلاميه والعالم الاسلامي بمناسبه ولاده الرسول الكريم سيد البشريه محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام. بالنسبه اني حقيقه يعني الموضوع خليته ورا ظهري لانه سلمت امري الى الله. نعم. من باب التعاقد انا اتصل لي السيد هيثم عباس بعيوي. نعم. نائب رئيس النادي، واتصل لي السيد فراس بحر العلوم مشرف الفريق للتعاقد معي. وحقيقه كابتن عادل نعم رجل معروف باخلاقه العاليه، ومعروف انه كان يدرب نادي الحدود، وانسان محترم جدا. نعم. وما بالمناسبه ما تربطني اي علاقه به من قبل، يعني ما نلتقي به ولا دقيقه واحده، يعني مو من ضمن الاستاف اللي هو جابه، بس انا كان رغبه الاداره انه يكون متواجد، وعرضوا له بالاجتماع وياه عرضوا له 4 أو 5 اسماء مدربي حراس مرمى. نعم. فصار اتفاق بينه وبين الاداره عليه. نعم. لانه الحمد لله والشكر السي في مالتي معروف الاوساط الرياضيه بالعراق وخارج العراق. طيب. مشاركاتي بكاس العالم، كاس الاتحاد الاسيوي، دوري ابطال اسيا، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، يعني ماكو داعي نتكلم واحد يمدح نفسه وشيء. بس اللي فاجأني انه في مباراة الكهرباء الفريق صراحة اكثر من 9 لاعبين كانوا يعني مو بمستواهم المعهود. نعم. ومن ضمنهم طبعا الحارس حيدر محمد اللي ايضا يعني كان مو بمستواه يتحمل جول او جولين يعني اللي شفناه. نعم. إدارة النادي قررت خصم، راح اديك بالتسلسل استاذ نور. تفضل حتى تفضل، انا الوقت لك حتى توضح. اي والله اشكرك جدا. اشكرك. اهمش الوقت شويه. بعد خسارتنا المفاجئه والصعبه بصراحه على كل الكادر التدريبي وعلى الاداره وعلى اللاعبين وعلى المشجعين، الاداره قررت خصم 5% على كل الفريق، يعني كل اللاعبين بدون استثناء. نعم. وبعد الخساره اجتمعت باللاعبين، يعني الاداره والكابتن عادل باعتباره هو المدير الفني للفريق، قرروا وكلموا اللاعبين محاضره خاصه انه في حاله فوزنا على كربلاء راح تنمسح العقوبات كل يعني اي شيء سلبي يتعلق بمباراه الكهرباء نخليه خلفنا يعني. نعم. واحنا ككادر تدريبي يعني شلون شدينا الهمه وحفزنا اللاعبين. انا كمدرب حراس ايضا جهزت الحارس سلام مطلب. نعم. لانه الحارس حيدر محمد بعد نهايه مباراه الكهرباء بصراحه اختفى، يعني حتى غلق تليفوناته وما اجى نهائيا لحد لعبه كربلاء. نعم. فاني بدوري كمدرب حراس انا اصلا يعني اساسا كل عملي دائما عندي 3 حراس جاهزين. نعم. يعني ممكن واحد مصاب، ممكن واحد يندع منتخب اولمبي او شباب او شيء او وطني. اوكي. فالباقيين جاهزين. وسياسه عملي يعني ربي يشهد علي والاخوان يسمعون باداره نفط الوسط او كابتن عادل نفسيته، لانه هو اتهمني بالتعامل يعني بعدم المهنيه وياهم او التميز بيناتهم، وهاي يعني مثلبه كبيره يعني علي. المهم انا جهزت سلام مطلب وفزنا 5-0. وبالمناسبه اكثر من مدرب اتصل لي واشاد بمستوى سلام مطلب بالمباراه. نعم. بعد المباراه انا رجعت للبيت بصراحه. اتصل لي مدير الفريق السيد مؤيد ابراهيم، اقدم له التحيه. نعم. واصلا هو ما كان موجود، الرجل عنده دوره في محافظه السماء ودوره بي مع المدربين. نعم. وما جاي من قبل الدوري، فاتصل لي انا كل اعتقادي انه راح يقول لي كابتن حامد مبروك ومنها يعني ويهنيني على مستوى سلام مطلب. نعم. لكن المفاجاه الكبيره انه وحكاها على مضض الرجل، يعني يريد يحكي. قلت له سيد احكي شنو اللي ببالك احكي. كان يقول لي الاداره بلغوني الاستغناء عن خدماتك. انا حقيقه ما صدقت، فجاملته قلت له سيد لا تشاق، احنا فرحانين ليش؟ فقال لا والله كابتن ما دا شاق وياك، هذا الكلام صحيح. فعرفت انه الكلام صحيح، فقلت له ماكو مشكله، انا باكر راجع اداره النادي. نعم. واعرف السبب ليش يعني. نعم. فمن راجعت يعني صار اجتماع
بين الكادر التدريبي والاخوان بالاداره. يعني من كلام كابتن عادل انه انا لا اجيد فن التدريب نهائيا، وتدريبي ضعيف، ويعني شو اقول لك، يعني كانما انا ما مدرب 20 سنه، ما مدرب بعمالقه التدريب، كابتن يحيى علوان، كابتن اكرم سلمان، كابتن عبد الغني شهد، نعم، كابتن ناجي حمود لما كان مدرب، كثير كابتن عباس عطيه، يعني كثير اسف يعني اذا انسى واحد. نعم. فصدمني حقيقه، وبرر لي انه اني اميز بين الحراس، فكلامه ما معقول. فانا اخذت الامور جدا طبيعيه، باعتبار يعني خبرتي يعني كلش كبيره بالتدريب. وهو الرجل يعني هسه غايب، احنا ما نريد نحكي، يعني صار له 4 سنين 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين بنادي الحدود. طيب استاذ حامد، كابتن حامد، خليني شويه ساقاطعك. نعم. اليوم يعني انت وضحت بشكل يعني جلي للمشاهد انه السبب هو برفع تقرير من قبل السيد عادل نعمه اللي هو مدير الفني، وحاب يبعدك عن استاذ نور. نعم استاذ نور اذا تسمح لي. نعم. بعد مباراه الكهرباء مباشره، يعني بعد المباراه يمكن شو اقول لك دقائق، نعم، مقدم مذكره لاداره النادي بابعادي من النادي، يعني بسبب شلون يعني ما اعرف الخساره، يعني فقط الخساره، يعني فقط الخساره هي بسبب فقط الخساره. يعني, نعم. لا حسب يعني حسب التقرير الفني اللي مقدمه، يعني لان يعني الخساره كلها رماها السبب فيها هو الحارس المرمى، هذا اللي اقصده انا، حتى اجيك بالسؤال. نعم. طيب على اي اساس استند الكابتن عادل نعمه برايك حتى يقيم عمل مدرب؟ يعني هل هي مباراه وحده؟ وايضا انت رافقته في كل الاستعدادات ما قبل الدوري، في المعسكرات التدريبيه في تونس، في المباريات الوديه، وايضا يعني هذا واضح. ليش بعد مباراه هل برايك هو تخوف، يعني انه راد يلقى حتى هو يعني يخرج من السالفه ويرمي اللوم كله عليك فقط؟ استاذ نور، يعني للاسف كابتن عادل نعم يعني واجهني قدام الاداره بحقائق يعني هي باطله اصلا جمله وتفصيلا. نعم. باطله، والاداره يعرفون بهذا الموضوع. فاني بكل احترام للناس القاعده والاسمي والتاريخي والكابتن عادل اللي اكل في وقتها كل الاحترام، وللجالسين الاخوان، فقلت له كابتن اذا هاي ملاحظاتك علي، وكتبت مذكره وقطعت رزقه ورزق اطفالي السته، زين ليش احنا صار لنا معسكرات وتدريبات ولعبات تجريبيه، ولو اكو سلبيات على عملي ليش ما قلت لي مثلا واجهتني بشكل شخصي او بشكل يعني مهني قدام الاداره، يستدعوني الاداره ويعني ونحكي يعني حتى نصحح الخطا اذا موجود، يعني ليش واجهتني هيك؟ فسكت الرجل. بعدين اكو معلومه واصله للاخوان بالاداره وللكادر التدريبي حتى اكون صريح وياك استاذ نور. نعم. الحارس حيدر محمد اللي انا جبته للنادي بموافقه المدير الفني كابتن عادل نعمه. نعم. يعني انا مدرب حراس من ضمن جهاز فني، الجهاز الفني مسؤول عليه كابتن عادل نعمه، ما اقدر اتصرف ولا اجيب حارس الا بموافقه كابتن عادل نعمه. وعرضوا لنا اسماء يعني رقم 1 ورقم 2 بالعراق، بصراحه اقول لك. نعم. انا واحد ما اريد اذكر اسمائهم، يعني رفضت. ليش رفضت لانه سياسه عملي ربي يشهد عليه، سياسه عملي انه ضد سياسه الحارس اللي اوحد بالدوري العراقي او بالفريق او بالنادي اللي ادربه. سياسه عملي انه 3 حراس او 4 حراس كلهم يكون بالفورمه، نفس الشوط، عدد الشوط، نفس التدريبات، نفس الشيء. فالرجل يعني نرجع للموضوع الكهرباء، يعني حيدر محمد الرجل موصل معلومه للاداره ومعلومه خاطئه للاسف وبها تجني علي. نعم. وانا جبته للنادي وكان سبب يمكن يعني بوجوده بالنادي. نعم. المعلومه هي انه هو حيدر محمد طالب من عندي قبل مباراه الكهرباء انه هو عنده ظرف عائلي وانا جبرته يلعب. فمن واجهوني بنفس اللحظه اتصل حيدر محمد، يعني احنا داخل اجتماع اتصل، قلت لهم وسمعوا. فللامانه واحكيها انه انا فتحت حاكيه حتى لا اكون مثلا فتغيبه علي، فتحت حاكيه يحكي وياي الولد، قلت له حيدر بابا بس سؤال عندي قبل تتكلم. قلت له بابا انا قبل لعبه الكهرباء انت قلت لي عندي ظرف عائلي وانا جبرتك تلعب، قلت لك لا الا تلعب، قال لي لا كابتن ماكو.
فهم انصدموا من هذا الموضوع. طيب أنا بس أريد أعرف معلومة. همين نقطة ثانية منك. الإدارة أنت في بداية كلامك قلت الإدارة هي من رشحتك للكابتن عادل نعمة. طيب هنا الإدارة لماذا لم تقف مع حامد كاظم في هذا الموضوع؟ لأن هي بالبداية أصلا الترشيح جاء من الإدارة للسيد عادل نعمة، لماذا لم تقف معك الإدارة برأيك يعني؟ استاذ نور للامانه يعني انا تربطني يعني علاقه طيبه باستاذ هيثم، وممكن صار اتصال قبل هذا الموضوع. يعني بصراحه كان اسمه معروض على احد الانديه الجماهيريه ولاسباب خاصه ما صار الموضوع. ف يعني كان اكو موافقه مبدئيه مني ومن الاخوان بالاداره انه انا استلم في حاله يستلم اي مدرب. لما عرضوا اسمي على الكابتن عادل نعمه الرجل وافق مباشره، قال لهم كابتن حامد يعني مدحني هو بوقتها الرجال واشتغلنا. وللامانه احكيها موقف اداره نادي نصر شرف كبير لاي مدرب واي لاعب يعمل تحت هاي الهيئه الاداريه المحترمه. ما وقفت وياي، انا اقول لك ليش؟ لانه الناس مهنيين ما يريد يدخلون بعمل المدير الفني. وانا حكيت يا سيد فرج يعني حكيت يا سيد فرج بالموضوع والاخوان بالاداره قالوا كابتن حامد احنا بما معناه احنا رايديك، بس الموضوع يم كابتن عادل. فمن قعدنا حتى طلبت من كابتن عادل يعني بكل احترام وقدام الناس، قلت له كابتن خلي الموضوع ورانا كله ورا ظهورنا، فدنا على كربلاء وخلينا نبدا صفحه جديده ونتوكل على الله، واذا عندك ملاحظات هم اني اكون سند لك. فرفض بشده، والسبب بعدين عرفته لان على نيته الصافيه. اتصل لي مدرب حراس مرمى أنا على ذمة نادي نفط الوسط متفق هو عادل نعمة أو كابتن عادل نعمة، متصل عليه، والرجل مدرب الحراس هو اتصل لي بعدين اعتذر مني، قال لي أنا ما أدري بك على ذمتهم وعلى ذمة النادي اللي هو كابتن محمد عبد الزهرة. لا محمد عبد الزهرة تعين اليوم، تعين هو مدرب، صار مدرب حراس تعرف يعني تقصد هو اللي اتصل بيك؟ محمد عبد نعم محمد لا مدرب احد المنتخبات الوطنيه. نعم. واذا تريد اقول اسمه هسه اقول اسمه. قول اسمه، احنا ليش؟ بالعكس احنا نريد اليوم توضح الحقائق حتى نعرف، حتى الجمهور يطلع. انا ما عندي استاذ نور انا ما عندي شيء اضم ولا يعني بصراحه هاي حقائق موجوده. كابتن صالح حميد الاخ والصديق، تحياتنا للكابتن العزيز صالح حميد. الف تحيه مو تحيه واحده البطل الشجاع اللي اتصل لي واعتذر مني بكل احترام وقال انا ما ادري بيك، وخابر الكابتن عادل نعمه قال له يعني هذا حكي هو الرجل كابتن صالح. بالنسبه للكابتن محمد عبد الزهره انا بدايتي تدريبيه اشرفت على تدريبه بنادي النجف، كان حارس رابع وتوفق على يد الرجل الحارس، وبعدين راح نادي الزوراء الكبير ياخذ اعاره من النجف. هذا فد انجاز انا اعتز به لحد الان بصراحه، ومثل نادي الزوراء في البطوله الاسيويه امام السد القطري وامام احد الانديه الاماراتيه. محمد البارحه الرجل محمد عبد الزهر اتصل لي من محافظه البصره، لان بكره نادي نفط الوسط اللي اتمنى لهم الموفقيه ان شاء الله بكره، اتصل لي البارحه ويعتذر، يعني شلون يعتذر مني انه بما معناه انا استاذه وجيت هو جاب مكاني، قلت له لا محمد كابتن يعني محمد هو هذا تدريب يعني بالاخير. طيب انا بس اريد اسالك بالضبط، انا اريد اسالك كابتن حامد، انت مين يعني المنهاج التدريبي اللي تعتمده والتدريبات؟ يعني مثلا الكثير من المدربين حسب معرفتي انه مثلا تدريبات عندهم يعني ياخذوها مثلا من اكاديميه اسباير، من مدارس اجنبيه معينه، من انديه معينه، عن طريق سيديات توصلهم، عن طريق هم بحثهم الخاص يحصلوها، انديه اوروبا، الانديه مثلا الاسيويه المتطوره مثلا. انت مين يعني من منهجك التدريبي على شنو تعتمد؟ استاذ نور اني اعوذ بالله من كلمه ثانيه. عندي شهادتين تدريبيه خاصه بتدريب حراس المرمى، واحده طبعا على حسابي الخاص. سنه 2013 دخلت دوره ليفل 1 بسلطنه عمان ونجحت بتفوق، وقبل سنتين دخلت بالعاصمه الاردنيه عمان الشقيقه دوره ليفل 2 محاضر سعودي وشادبيه، ووضعي ونجحت الحمد لله والشكر. وانا متواصل ومواكب علم التدريب الحديث من كل الابواب صراحه. وعندي الاخ المدرب القدير الكابتن احمد حميد عوفي، شقيق الكابتن القدير رحيم حميد. الرجل احمد عوفي مدرب في بلجيكا في احد المدارس الكرويه هناك اكاديميات كره القدم، فانا متواصل وياه الرجل، ودا اخذ منه اخر الوحدات التدريبيه او اخر المعلومات او معلومات علم التدريب الحديث بحراسه المرمى. طيب يعني انت يعني تفضل وضح.
عفوا احب اوضح شغله، يعني بصراحه كل مدربين نعم. الانديه او المنتخبات، نعم. مدرب الحراس ما حد يقيمه، هذا رايي الشخصي، ممكن اكون غلطان بس هذا رايي اللي من خلال عصاره جهدي وخبرتي اللي عرفته. نعم. مدرب الحراس ما يقيمه لا مدرب حراس ولا اداره، اللي يقيمه مستوى حراس المرمى بالنادي او بالمنتخب. نعم. عندك حارس، انا عندي مقوله دائما اقولها، عندك حارس مرمى جيد ويقدم مستويات انت زين، عندك حارس نعم. سامح الله. طيب انت لو يعني انت برايك لو انت مثلا يوم من الايام قيمت الكابتن عادل نعمه تقييم فني من وجهه نظرك الشخصيه، هل برايك سيتقبل موضوع التقييم مثل ما هو قيمك؟ لان احنا نعرف المدير الفني عاده يعني مدرب الحراس المرمى هو يكون الى يعني الامور براحته، هو من يدرب التدريبات الخاصه به طبعا، وبالتالي عمليه التقييم تكون ليس بهكذا الطريقه، اذا هناك تقييم يكون من قبل لجنه فنيه داخل النادي ممكن هي اللي تقيم المدربين. ممتاز ممتاز. نعم. ممتاز ممتاز. نعم. احنا كابتن عادل يعني الرجل غني عن التعريف. نعم. يعني درب نادي الحدود وحقق نتائج ممتازه. تحياتنا للكابتن عادل نعمه، نتمنى له التوفيق بالتاكيد مع نادي نفط الوسط. تفضل اكمل. نعم كلامك. نادي نفط الوسط نادي كبير، بطل دوري العام بثاني كاس، اداره محترمه، جمهور رائع. فاي مدرب يعني يتمنى مثل ما قلت سابقا انه يتمنى العمل. فاداره نفط الوسط من اتصلت كابتن عادل نعمه اكيد دي مقومات المدرب الناجح في نادي الحدود، فعلى هالاساس انه صار اتفاق بينه، يعني لو مدرب سيء لا سامح الله كان اكيد اداره نادي نفط الوسط ما. نعم. بس يعني عموما الرجل نعم يعني نعم. ولو احنا يعني يمكن يعني شوي الوقت تداركنا، انا يعني حبيت استضيفك اليوم حتى توضح، وطبعا نتمنى لك التوفيق في قادم الايام ان شاء الله، وان شاء الله تاخذ استحقاقك. وهي هاي كرة القدم احيانا بها امور يعني يمكن ما تجي على هوا المدرب او اللاعب. استاذ نعم. نور اني ثق بالله العظيم الموضوع خليته يعني نعم. انتهى، يعني بالنسبه نعم. لي الموضوع انتهى، بس نعم. اقول حرام. هاي نصيحه لكل الادارات او كل المدربين. نعم. خلي يكون متواضع، خلي يتقى الله برزق الناس. بالتاكيد. زين يعني انا 4 بيوت يمنا نازحين والله العظيم، هسه عيب واحد يحكي. زين هسه راح اعطي من اللي قمتي اقاسمها، كان عندي راتب وكان عندي عقد، يعني كابتن عادل قطع اللقمه عن ذول الناس. نعم. فانصح الانديه والمدربين خلي يتقون الله بالمدربين. ان شاء الله رسالتك توصل ان شاء الله. يعني قصدي انه اعطيه فرصه 7 لعبات، مرحله 8 لعبات، انت مو لعبه واحده كابتن. نعم هي لذلك احنا اليوم اثرنا هذا الموضوع كابتن حامد، يعني يمكن انا نعم. اول مره اتحدث اليوم وياك، يعني ما عندي علاقه سابقه نعم. بيك واتشرف بمعرفتك اكيد، لكن هو احنا اللي احنا انت مو بس انت، حتى الكابتن حسام السيد على مباراه وحده ايضا رمى استقالته، والله العليم اليوم على الخسارات مال اليوم منو راح يذب استقالته، لذلك هي كانت حادثه غريبه انه في اول دور ودورين نشوف استقالات واقالات، لذلك انت اليوم مثال لبقيه نعم. المدربين المقالين. نتمنى لك التوفيق كابتن حامد في القادم الايام، وان شاء الله تاخذ استحقاقك قريبا ان شاء الله. ان شاء الله رزق على الله. اكيد بالتاكيد. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك كابتن حامد. طبعا